مساء الخير على كل مستمعي راديو يوتيوب اف ام. معاكم مروة فوزي وحلقة جديدة من برنامج النهاردة. موضوع حلقتنا هنتكلم عن مرات الأب وجوز الأم. طيب، في عادات كتير. مش عايزة أقول لفظ مش مناسب، بس في عادات كتير دلوقتي في مجتمعنا وناس كتير اتربت عليها ان جوز الام ده راجل سيء وبيظلم الاطفال وبيستغل الاسره. من الاخر كده مخلينه ايه؟ ابو رجل مسلوخه اللي بيخافوا بيها العيال زمان، القصص بتاعت زمان دي. ما يعرفوش ان ممكن يكون جوز الام ده ممكن يكون يبقى حنين عليهم احسن من باباهم اللي كان المفروض كان يبقى معاهم. ما يعرفوش ان ممكن يكون هو ده اللي يكون عوض ربنا ليهم. وان مرات الاب دي ست مفترية وبتاكل اكل العيال وبتضربهم. يا جماعة احنا عايزين نغير فكرنا شوية، يعني في ناس كتير والله في مجتمعنا ده ناس محترمة كتير يعني، بس للأسف هم السيئين كتير. فعشان كده احنا خلاص بقت ربنا على عادات وتقاليد كده، يعني سوري متخلفة. وان اخواتك من باباك او من مامتك دول بيحقدوا عليك، وان الزوجة التانية دي اسمها خطافة رجالة. ياي خطفت يا عيني يا حرام الراجل على اساس ان هو عيل صغير بقى هتخطفه. وان الزوجة التالتة دي واحدة شمال، ما ينفعش انها تتجوز واحد كان متجوز مرتين. وان الزوجة الرابعة دي بقى ما عندهاش كرامة اصلا، يا حرام. وان الراجل ده زير نساء. طب ليه زير نساء؟ طب ما ممكن يكون اتظلم مع الست اللي اتجوزها، ممكن يكون ارمل مش عاوز يعمل حاجة حرام اتجوز تاني. ده شرع ربنا. احنا ليه بنحط في دماغنا حاجات كده متخلفة بجد؟ يعني في عادات وتقاليد في حياتنا لازم نغيرها شوية. ليه ما يكونش الراجل ده برضو اتظلم مع الست اللي معاه اولاد مثلا، ورافض ان هو يتشردوا ولا يبقوا في محاكم، واكتفى ان هو يبقى عنده امكانية ان يبقى يكون في زوجة تانية. ما علينا، ده برضو ده الموضوع ده عاوز حلقة لوحده. وان الست المطلقة دي بقى بتاعت رجالة، مع ان ممكن تكون المطلقة دي ست ب100 راجل. الراجل هي ما لقيتوش ان هو يستحق لقب راجل معاها، انها هي كانت مع واحد اتظلمت معاه، واحد مجرد كلمة ذكر في البطاقة من اشباه الرجال. فمجتمعنا بيقول عليها، بيقولوا انها بتبقى فريسة لكل واحد عايز ياكل حتة. بس للأسف ستات كتير مطلقين، بس صدقني ارجل منك في مواقف كتير. وان الاقارب دول عقارب و يا كمية دوشة وحشو في عقول الناس غير طبيعية. يا جماعة المشكلة مش في الوضع الأسري، أخ أب أم زوج عم خال أيا كان. يا جماعة المشكلة في الشخص نفسه. يعني لو في شخص أناني هيكون أناني تحت أي مسمى عائلي. لو في حد حقودي مش بيحب الخير للي حواليه، سواء بقى متجوزة مطلقة بنت عمة بنت خالة أرملة أيا كان، هتكون مؤذية أو هيكون مؤذي. ولو في حد حسود وعينه في حاجة غيره، هيفضل باصص على حاجة غيره، مش هيبقى فارق برضو معاه هو ايه. اللعبة مش في مكانك ولا المسمى العائلي، اللعبة كلها جوه كل واحد فينا. ما تلبسوش الناس صفات ناس تانية لمجرد ألقابهم داخل العيلة. ننتبه كده ونصحى، نطور من نفسنا ونثقف نفسنا. لازم صلة الرحم، ونصحى للعبة ونفكر. ويومكم جميل.